من اكتر الجمل اللي بتخرجني عن شعوري لما هو بتقارني بصحابي وتقولي يا خساره تعبي مش هي طول السنه. روح شوف اصحابك اللي جايبين مجموعه اكتر منك. يرضيكي كده يعني الاحباط اللي حصل جوايا ده اوديه في ايه؟ اعمل فيه ايه حضرتك؟ تعالي احسبيها معايا وقولي اي بشر يتحمل المرمطه دي. الساعه 6 الصبح بصحى على انت يا فاشل اصحى بدل ما اجيبك من شعرك. العيال صحت من بدري وانت لسه نايم لي على السرير. وطبعا غالبا بتجام من شعري وانزل تحت الحنفيه والبس واجري على المدرسه عشان اقف في طابور الصباح في عز الحر او التلج، وافضل بقى اطلع من حصه لحصه ومن حصه لحصه ومن حصه لحصه لحد ما دماغي بقت عامله زي ازازه البيبسي اللي بتفوق. نخلص على كده؟ لا، نطلع على الساعه 1:30 ومن درس لدرس ومن درس لدرس عشان ارجع البيت وهموت وانام. بس ازاي انام؟ ما انا وطواط ما ينفعش ينام. ندخل على الواجب اللي لازم يخلص وبخط حلو وتركيز عشان كل اللي كتبته هيتقطع ويتكتب من جديد. طب خلاص بقى، ينفع انام؟ لا، الوطواط ما ينفعش ينام، ده لسه فاضل واجب العربي المتأخر ومذاكرة الساينس علشان المدرس اشتكى منك المرة اللي فاتت. طب كوباية قهوة تفوقني حتى. بطل دلع. طب حبيت بنادول عشان الصداع. اخلص بدل ما وديني. طب ادخل الحمام. طب جعان. طب ممكن بريك شويه. وطبعا كل ده بيتاخد على سبيل الدلع. طب والنبي ده اسمه كلام؟ وخد عندك بقى كل يوم من ده لحد ما خلاص دقني بيضت وشعري شاب يا جماعه. طب يا ماما بالله عليكي، طفل في سن كده يتحمل ازاي كل ده؟ وكمان في النهايه بدل ما اسمع كلمه تشجعني، لا بتقارني بزمايلي اللي احسن مني. يا ست الكل، الواحد مننا عنده قدرات، هما ممكن يكونوا احسن مني في حاجه بس انا احسن منهم في حاجات تانية، وانا بحاول والله ونفسي ابقى احسن واحد في الدنيا عشان تفتخري بيا. بس موضوع المقارنة ده بيضايقني، بيحسسني اني ضعيف وانه قليل وسط صحابي. يا ست الكل، الكلمة الحلوة منك بتدينا طاقة وباور، بتخليني واثق من نفسي، وحتى لو كنت ضعيف في حاجة محتاج تبقي جنبي وتقفي معايا لحد ما بقى احسن واحد في الدنيا. انا محتاج منك كده ومش عايزك ابدا تقارنيني باي حد. مش ربنا قال وقولوا للناس حسنى؟ يعني قولي للناس احسن كلام. تخيلي بقى لما تقولي الكلام الحلو ده لابنك هيبقى عامل ازاي. وزي ما انا فخور انك امي، عايزك كمان تفتخري ان ابنك